لسه راجع من الاستاد وبقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كابتن محمود. عشان ده قرار ما ياخدوش عيل صغير. تمام، ده قرار ما ياخدوش نادي صغير. انت لو كنت رحت بالناشئين كنت غلبتهم. انت شفت التشكيله اللي هم نازلين بيها؟ ناصر منسي مش موجود اهو، عقدتك ناصر منسي مش موجود يا باشا. الهايج بيقول لك الهايج حجتك مش موجود. هو عامل لهم رعب للدرجات دي يا جدعان؟ انا مش انا اسف. يعني ايه كل دقيقتين تلاتة كده هندخل معانا واحد منهم؟ لان في فيديوهات منهم اللي عايز يضحك النهارده يقعد. فيديوهات بتاعتهم صياح وشتيمة للإدارة وعراك وشباك وسب دي وعراك مع السولية، والسولية ضرب مين، كل معانا شوية تجميعة عنب. هنتكلم جد دقيقتين ونضحك 3-4 دقايق قاعدين مع بعض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير دائما وابدا وفي صحة جيدة وسعادة ومية مية. والزمالك كسبان 3-0 وهاتريك نصر. جاب هاتريك امبارح. كانوا منزلين ايه الاهرام الرياضي في 2020 ثواني بس. في 2020 كانوا عاملين كده، كاتبين الرجال والنقط. بص، كما تدين تدان. واللي بيعمل حاجة بيلاقيها باشا. وانت ما تضمنتش معايا الموسم اللي فات لما كانت مش مقتنع بيها يا عادل، واتظلمنا في ماتش المصري الفضيحة العالمية وضربة الجزاء اللي تتحسب عليك، والولا اما فتوح يقع على ايده ما تجيش تحسبها عليه مع انه واقع على ايده الثابته، واما حد تاني يقع عليها نفس الشغل ما تجيش عليه. والزمالك اما ينسحب من ماتش ولا وقفت معاه ولا قلت حاجه. الاعلام كله طلع قال مصر الحقونا، مصر سمعت مصر. لا، الموقف ده ما يحصلش. كل بلاد العالم فاشلة في كده. هي مي اللي ايه اللي بيحصل، اللي بيجرى. فما تجيش تعيط دلوقت. تعال بقى نخش نسمع الشوط التاني من حبايبنا كده. ليه تعمل كده؟ خايف من ايه؟ حكام يا كابتن محمود اللي بتتكلم عليهم يا كابتن محمود. ما احنا كلنا عارفين، احنا كلنا عارفين الكلام ده. احنا كسبانين اصلا اهو الحكام. احنا كاسبين بالحاجات اللي متعدل حكام يا حبيبي. يتعدل لنا من لا ستوب انت. كابتن محمود، ليه بتعمل فينا كده؟ ليه تخلي منظرنا زباله؟ ده هيعيط يا جدعان، صعب عليا. لا 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 لا، كانوا بيعملوا الحركه دي فينا. ما كانوش بيجوا ايام مرتضى منصور والدنيا دي كلها احنا نعمل زيهم، بنتريق عليهم بنعمل زيهم. مش عارف اقول لك ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابا. الشغله دي ثواني يا جدعان، ثواني. بيقول لك لسه داخل البيت دلوقتي واستلفوا حق التذكره وفطروا بره. هم عندهم حق الصراحه. لا موقف يعني الزمالك لما كان بينسحب الجمهور كان بيبقى عارف، ما كانش بيروح. بيطلع القرار، لكن التثبيته والتطويحه دي وحشه قوي يا جدعان. انا كنت بقول لك كاميرا ستوب عشان بص، اما بتعمل كده باجي كده وتيجي كده واطلع فوق وانزل تعب تلاقيها معايا. فستوب كده اختي بخرب بيتك. يا لسه لا ستوب. بوظت لنا البتاع اللي ماشي. ما علينا. بيقول لك حكام ايه يا حبيبي اللي انت معترض عليهم ومش معترض ايام مرتضى منصور لما كان بيتكلم على مثلا مش لاعب الماتش ده وعايز حكام اجانب، بيقول لك انا هدفع من جيبي. ادفع يا حبيبي وهات الحكام اللي انت عايزهم. وبعدين في لوايح المفروض تمشي عليها زي ما مشيت علينا في ماتش السوبر المصري اللي هو كان بعد السوبر الافريقي. قلنا مش عايزين حكام مصريين، لعبت وانت قعدت حطيت شديت بلاستر. عايزنا نتكلم دلوقتي اريح. تعال نخش على اللي بعده. عايزين نضحك، انا مش قادر. احنا مش كل يوم في المواقف دي يا جدعان.
يعمل اجتماع الصبح. بص الحته دي بتقول لك ايه؟ انسحاب من الدوري اشك. ليه؟ لان انا مربوط من وداني، ده اولا. مربوط من وداني يعني ايه؟ يعني عندي رعاه. فاذا الرعاه هيفضلوا قارصين على ودني، يعني انا حتى لو خسرت من التحكيم اي رعاه لبت بقى هيرمي الشاي في ظهري. اتصالات هتحط الشريحه في ودني. عندك ايه؟ شركه البويه هتديني وش. وماله يا جدع؟ هو في ايه انا ماله؟ عندي رعاه والله، انا عندي رعاه والله، زي عندي ريد بول يا اسلام يعطيك جوانح، فما اقدرش. بسم الله الرحمن يعمل اجتماع الصبح. انسحاب. فجأة. ثواني. التعريس بقى والتطبيل ده خلص. بص انا مش مش اهلاوي اهلاوي. خلاص. انا اتحرق دمي بسببكم النهارده. اتحفل عليا بسببكم النهارده. امين. ما انا اقول وحاطط رجل على رجل وهناكل وهنعمل. اونطه في اونطه. فرقه النص مليار مش عارف فرقه يا أساساً ما وانطة. عندهاش لعيبه. ماشيه بالكح تراب، انت مش عارف تكسبها. وجاي تلعبها النهارده بتقول لك عايز حكام اجانب. بأمارة ايه؟ قول لي كده بأمارة ايه انت عايز حكام اجانب؟ ايوه يا جدعان ثواني كده نرجع بس لحظه. يعني بعد بيقول لك انا مش اهلاوي. عندنا كده مين؟ احمد موسى والاخ ده، وفي واحد تاني برضه قال لك انا ما يعني تيشيرت الاهلي ده خلاص انا مش هشجع الاهلي تاني. ده على كده جماهير نادي الزمالك دي يعني ما فيش منها. يعني جماهير نادي الزمالك ما فيش منها. تعال ندخل على اللي بعده كده، يلا عايزين نضحك يا جماعة، الوقت صيام وبتاع مش عارف ايه، نضحك شوية مع بعض. افقع لايك واشترك في القناة لو سخسخت ولو فرحان. ما شفناش بيان ثم بيان ثم بيان ثم الماتش هيتلعب في الاخر. ما شفناش ده. ما شفناش واحد طالع لنا بحنجرته يقول لك على هي لا الماتش هيتلعب. الماتش هيتلعب والزمالك. عبد الناصر زيدان. ما شفناش المحللين اللي بيطلعوا يقولوا لك الزمالك انسحب. ولا هو الزمالك لما بينسحب بيبقى الدنيا خراب، ولما الاهلي بينسحب اكيد بتبقى قرار تاريخي. قرار تاريخي من مجلس اداره النادي الاهلي. ثواني. بيقول لك الكابتن محمود الخطير إيه؟ لما الزمالك بينسحب يا حبيب ماما اللي بيحصل ايه؟ بص البتاع بتتحرك تاني، ما تقفي بقى خليها. لما الزمالك بينسحب او بيعمل اي حاجة، شكل مصر، الشكل العام، النادي اللي فضحنا في كل حتة، النادي اللي عنده نظرية المؤامرة، النادي اللي بيتاجر بمش عارف المهلبية، النادي المتآمر، النادي اللي ما ينفعش يعمل كده، النادي الكومبارس. تيجوا عليكم انتوا الناس كلها هص يا راجل. ده رابطة الأحذية ما نزلتش نتيجة المباراة. تعال نشوفها على جوجل كده ثواني يا جماعة. يا راجل اهي دي نزلت في جوجل يا راجل دي نزلت في جوجل اهو الزمالك اهو. معلش يا بالياباني اهو. مين ده؟ الاهلي. خلاص نزلت في جوجل. انت كربطة احذية ليه ما نزلتهاش يا حبيبي؟ تعال نشوف بقى الاخ الاهلاوي المحترم ده اللي هو هيقلع التيشيرت وهيتبرى من النادي الاهلي. هو انا سبحان الله. يلا نشوف كده نسمع مع بعض برضو ايه عشان نقفل كده. انسحاب الاهلي وهروبه من الماتش وخسارته 3-0 قدام الزمالك بسبب مجلس اداره علق ما بيفهمش في الاداره بربع جنيه. اقسم بالله واحسن اقسم بالله. انا عايز اقول كلمتين ادينا للاهلي وكلمتين لنادي الزمالك وكلمتين لاتحاد الكوره وكلمتين للتحكيم المصري. اولا النادي الاهلي كده يعني من الاخر كده انسحب من الماتش وهرب عشان ما يخسرش قدام نادي الزمالك مش عشان التحكيم المصري. ثانيا يا النادي هرب. الاهلي انت حضرتك النادي الاهلي هرب. الدوري المصري. النادي الاهلي هرب. والحكام لازم يكونوا حكام مصريه. حضرتك مش بتلعب في الدوري الانجليزي ولا في الدوري الاسباني، ده حتى قمم الدوري الانجليزي قول لهم كلاسيكو بيلعبوا حكام. انت مين انت عشان تطلب حكام اجانب؟ مش عاجبك انت مين انت؟ مصري خالص يعني. خليك بقى انا نفسي بس كفايه عليك كده. يلا فين
تاني. انا قررت يلا يا عم ما عندناش وقت. مستعار يلا. مستعار النادي ده وبعلن عدم تشجيع عملها. الأهلي وخلاص انا رسميا عملها البري يا ولا يا ناصر يا مدوبهم. احلى صياح واحلى طرب واحلى يعني نصر واحلى الدنيا كلها جامده. بص 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 المستفز عامل لك كده لا ونايم لك ومنزل على الانستا انا هلعب الماتش هاجي على نفسي مش عارف ايه. والجماهير في الاستاد امبارح 1 2 ناصر منسي فين 1 خلاص هو بقى عقده باشا عندهم كده. ايوه خلاص الفرصه جات لنا هديه من السماء من رب العالمين ان الدوري ده لازم ناخده او على اقل تقدير المركز الثاني. مفيش هزار بقى يعني اللعيبه من هنا ورايح مفيش هزار. انزل قاتل على اي فرصه ان انت تاخد الدوري او تطلع مركز تاني على الاقل تلعب في دوري الابطال. الاهلي مش هيعمل لك كده كل يوم ها. وفي بقى حوار يعني في الفيديو اللي بقى يعني هنزل فيديو كمان شويه على موضوع مجلس الاداره وموضوع اعاده المباراه عشان الكلام ده مش هياكل. بس كمان تنساش الاشتراك في القناه وتدينا لايك وتكتب رايك في التعليق تحت وتدي رساله لناصر منسي الاسطوره. كان معاكم مرتضى. باي باي.